مساء الخير. الحرة تقدم السيدة رابية قادر، ناشطة إيغورية صينية مسلمة تطالب بمنح الحرية الدينية والحقوق الثقافية لعرقية الإيغور في مقاطعة شينجيانغ غرب الصين، وتوصف بأنها دالاي لاما الإيغور. من أقدر وأغنى نساء الأعمال في العالم، جمعت ثروة في أحد أفقر أقاليم الصين الدولة الشيوعية. نائب بمجلس مقاطعة شينجيانغ قبل أن تختار الحكومة المركزية ممثلة رسمية للصين في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي للمرأة في بكين في العام 95. كما تم اختيارها أيضا عضوة باللجنة الاستشارية السياسية للشعب الصيني قبل اتهامها بتسريب أسرار الدولة لجهات أجنبية، وأن تسجن 5 سنوات، نفيت بعدها إلى الولايات المتحدة في العام 2005. السيدة قادر رئيس المؤتمر العالمي الإيغوري تصدرت وسائل الإعلام إثر الاضطرابات الدموية التي هزت إقليم شينجيانغ الغربي الصيني الذي تقطنه غالبية مسلمي الصين. نحاورها على خلفية الاضطرابات الأخيرة التي شهدها هذا الإقليم، الأسباب والحلول الممكنة لهذه الأزمة. أهلا بك على قناة الحرة. هل سيدة رابية التحرك الشعبي الإيغوري الذي يحصل في الإقليم هو مجرد رد فعل عادي على قتل مواطنين إيغوريين في أحد المصانع من قبل مواطنين آخرين من قوميات الهان، أم أن القضية هي أبعد من ذلك بكثير وأبعد من حادث عادي على الأقل؟ هناك أسباب أكثر من ذلك في تركستان الشرقية. نسمي بلادنا تركستان الشرقية، ولكن الصين غيرت اسمها إلى شينجيانغ بعد احتلالها. لطالما كان شعب الأويغور مستقلا عن الصين، وقد أعلن شعب الأويغور الاستقلال مرتين في القرن الأخير. كانت أول مرة عام 1933 والثانية عام 1944، وقد احتلت الصين تركستان الشرقية عام 1949. بعد ذلك منحت الحكومة الصينية شعب اليوغور مبدئيا ما يسمى بإقليم شينجيانغ يوغور المستقل، ووعدتنا بالحكم الذاتي، ووعدت باحترام لغتنا وديننا الإسلامي وثقافتنا الإسلامية، ووعدت بتنمية اقتصادنا بإدخال التقنيات الحديثة للمستوطنين الصينيين. عندما احتلت الصين بلادنا بمساعدة الاتحاد السوفيتي، كانت نسبة المستوطنين الصينيين في بلادنا 2% فقط، ولكن الآن هناك ملايين الصينيين الذين تدفقوا إلى بلادنا. لا نتمتع اليوم بأي شكل من أشكال الحكم الذاتي، ولا نستطيع حتى أن نتخذ أبسط القرارات بشأن مصلحتنا. فخلال 60 عام الماضية مثلا من الحكم الصيني، لم يتمتع شعب اليوغور المسلم بيوم سلام واحد. عانت كل العائلات اليوغورية الكثير، وهناك شخص معتقل بشكل أو بآخر من كل عائلة بتهم مختلفة. تكون التهم أحيانا التطرف الديني، وأحيانا النزعة الانفصالية، وفي أحيان أخرى الإرهاب. تختلف التهم باختلاف الوضع والزمان. وبعد شن الحرب العالمية على الإرهاب، بدأت السلطات الصينية باضطهاد الشعب اليوغور باعتبارهم إرهابيين لأنهم يعتنقون الإسلام ببساطة. وقبل هذه الحقبة كانت النزعة الانفصالية تستخدم مبررا لاضطهاد شعب اليوغور، وبالتالي تعد الاضطرابات الأخيرة نتيجة لعدوان الصين الذي دام 60 عاما على ديننا، وملاحقتها لشعب اليوغور، ونقضها لوعودها التي قطعتها لنا، ومحاولاتها لإبادة المسلمين اليوغور والقضاء على هذا الشعب. كان المسلمون اليوغور يعانون مما لا يحتمل، ولهذا عندما وقع القتل في مصنع غواندونغ للألعاب انطلقوا إلى الشوارع احتجاجا على الظلم. دعني سوف أدخل سيدة قدير بمعظم التفاصيل التي ذكرت، إنما هل أفهم من الإجابة التي حصلت عليها أن ما يجري الآن في هذا الإقليم يمكن أن نصفه بالانتفاضة، أم أن الكلام عن انتفاضة قد يعتبر مبالغة؟ ماذا تصفين الأحداث الجارية الآن؟ لا، لم يرفع شعبنا الأعلام الوطنية الصينية من قبل، لأننا كنا نعيش في بلاد مستقلة في الماضي،
وكذلك لأن بلادنا محتلة، ولكن هذه المرة حمل شعب اليوغور أطفالهم وأولادهم حاملين الأعلام الصينية للمطالبة سلميا بحقوقهم وحريتهم الدينية. لهذا فإن هذا الاحتجاج ليس شغبا أو ثورة، إنه احتجاج سلمي، ولكن الحكومة الصينية استخدمت قوات الشرطة ونشرت أيضا الجيش الدائم لقمع المتظاهرين. طب سيدة، لو كان الوضع ليس بهذه الخطورة، ما كان الرئيس الصيني يقطع زيارة إلى إيطاليا ويحضر قمة الدول الصناعية الثمانية الكبرى ويعود لمعالجة الأوضاع في بلاده؟ يعني هذا ما يدل على أن الأوضاع قد تكون خارجة عن السيطرة أو أنها خطيرة جدا. نعم، لقد عاد. ظننت أنه عاد إلى بكين من إيطاليا لمعاقبة المسؤولين الذين أمروا بهذا القمع الوحشي لهذه المظاهرة السلمية، ولكنه قال إنه يجب معاقبة المتظاهرين بشدة، لأن المظاهرة انطلقت بتحريض مني، ربيعة قدير، وإرهابيين آخرين. سيدة ربيع، هل برأيك، يعني البعض يقول أن هذه التجربة ما يجري في الإقليم هو تقليد لتجربة التيبتيين الصينيين، وهذه التجربة الغير مشجعة إلى حد ما، لماذا مصير انتفاضة الشعب الإيغور سيكون حظها أفضل من انتفاضة سكان التيبت أو التيبتيين؟ نحن نعاني أكثر منهم، ومن يقتل منا أكثر ممن يقتل منهم. يختفي كثير من أفراد شعب اليوغور لمقاومتهم للحكم القاسي ببساطة. يتم اضطهادنا أكثر منهم. على سبيل المثال، تأخذ الحكومة الصينية بناتنا بين سن 14 و25 قهرا، وترسل المئات والآلاف منهن إلى أجزاء أخرى من الصين ليعملن بأجور منخفضة. هذا يتعارض مع تقاليدنا الدينية وقيمنا الأخلاقية وديننا. نحن نعاني أكثر بالتأكيد لأننا لم نتمكن من تعريف العالم بمشكلتنا. سيد قدير، قبل أن أتوقف في استراحة قصيرة، هل تتوقعين تفجر مشكلة القوميات في الصين، سواء القوميات الدينية أو القوميات الإثنية؟ هل هي هذه المشكلة في إقليم شينجيانغ هي مشكلة أكبر، أو قد يتبعها مشاكل أكبر مع الإيغور أو مع أقليات إثنية أو دينية أخرى؟ يحدث هذا منذ زمن بعيد، ففي الأعوام الستين الأخيرة سجنت الحكومة الصينية أفراد شعب اليوغور بسبب إيمانهم بالله، وحاولت أن تمحو لغتنا وتدمر تنميتنا الاقتصادية، وسجنت آلاف اليوغور لاحتجاجهم على مثل هذه السياسات. فقد قال كبير القضاة الصيني في مؤتمر قضائي عقد في يناير عام 2007 إنه تم اعتقال أكثر من 15 ألف من اليوغور الإرهابيين بتهم إرهاب ونزعة انفصالية. هل يمكنك أن تتصور وجود أكثر من 15 ألف إرهابي في تركستان الشرقية؟ كان الأسلوب الذي اتبعته الحكومة الصينية في معالجة مشكلتنا هو القمع بقبضة من حديد في الأعوام الستين الأخيرة، وأصبح هذا القمع أكثر قسوة بعد أن بدأت الحرب العالمية على الإرهاب. تم إعدام آلاف من اليوغور المسلمين بسرعة، ولم يستطع هؤلاء أن يدافعوا عن أنفسهم بمساعدة المحامين ضد الاتهامات الموجهة إليهم. وكذلك قامت الحكومة الصينية باعتقال كل الباحثين اليوغوريين الذين كانوا يدرسون الإسلام في مصر والسعودية وباكستان بتهمة النزعة الانفصالية. وبهذا يتم استخدام هذه الأزمة لمهاجمة هويتنا الدينية وأسلوب حياتنا وديننا، ويصل هذا إلى مستوى الإبادة الجماعية الثقافية. فقد دمرت الصين مثلا إحدى أقدم مدارسنا الدينية في كاشغار، وقد كان عمرها يزيد على 1000 عام. أعزائي المشاهدين، سوف نتوقف في استراحة أولى، نعود بعدها إلى السيدة ربيعة قدير، وسوف نتحدث إذا ما كانت أحداث إقليم شينجيانغ لها علاقة بتمدد ونمو حركات الإسلام السياسي في العالم، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، نعود إلى الحرة تقدم مع السيدة ربيعة قدير، أو تلفظ في العربية السيدة ربيعة قدير. وقبل أن ندخل في تفاصيل
ما يجري وعلاقة هذه الأحداث بحركات الإسلام السياسي في العالم. أريد أن أعرف رأيك، هل الصين قد تتفكك يعني وتدخل في إلى عالم الدويلات، أم أن المناخ الدولي لن يسمح بذلك؟ يعني هل المناخ الدولي برأيك سيدة رابية ملائم لزعزعة الدولة المركزية في الصين في هذا الوقت بالذات؟ ما أنا بالميمان، لكن من خلقهم أذن أركل وشم كراش قواتهم. لا أدري، ولكن الشعب يكافح من أجل حريته. أما مسألة تفكك الصين، وما إذا كان المجتمع الدولي يؤيد تفكك الصين، فإنها مسألة لا تهمني كثيرا. مع ذلك كان الشعب يكافح بسلام من أجل حقوقه وحريته، وهذا أكثر ما يهمني. من واجب المجتمع الدولي أن يساعدنا كشعب عانى تحت الحكم الصيني لزمن طويل، وأن يطلب من السلطات الصينية أن توقف أعمالها القمعية في تركستان الشرقية. هذا هو ما يدفع شعب اليوغور إلى متابعة كفاحه السلمي بهدف كسب دعم المجتمع الدولي. سيدة ربيع، برأيك، يعني أريد أن أدخل نوعا ما إلى موضوع الحركات الإسلامية في العالم. هل ما يجري في الإقليم هو جزء من أو له علاقة بنمو حركات الإسلام السياسي في العالم في أكثر من مكان، سواء العالم العربي، الشرق الأوسط أو العالم الإسلامي؟ قطعا لا علاقة على الإطلاق. فاليوغور شعب مسالم وصادق تاريخيا، ولا علاقة له بالمتطرفين الإسلاميين أو المنظمات المقاتلة في العالم. أعتقد أنهم لا يعرفون حتى بوجود مثل هذه الجماعات أو المنظمات. يعني يحكى أن هناك، حسب روايات تطلقها قد تكون تطلقها السلطات الصينية، لا أدري، أو بعض وسائل الإعلام، أن هناك عناصر متشددة دينيا قد تكون وراء الأحداث الأخيرة. السلطات الصينية تتحدث عن دور للقاعدة كما ذكرت، وتقول أنهم تلقوا تدريبات في الخارج على أيدي مقاتلي تنظيم القاعدة، أو لهم علاقات، على الأقل علاقات لوجستية مع هذا التنظيم. تستخدم الصين هذا حجة لتضليل المجتمع الدولي وللاستمرار في قمعها لتركستان الشرقية. وكما ذكرت سابقا، منذ 11 من سبتمبر بدأت الصين باستخدام الحرب العالمية ضد الإرهاب لتبرير قمعها الوحشي لليوغور، وقد شنت حملات سياسية ضد شعب اليوغور بينما لم تجرؤ من قبل على القيام بذلك. تقوم الحكومة الصينية باعتقال اليوغور وقتلهم بتهمة الإرهاب والتطرف، والحكومة الصينية بحاجة إلى جماعة من المتطرفين في الواقع لتبرير قمعها لشعب اليوغور في تركستان الشرقية. أعتقد أن الحكومة الصينية قد أرسلت بعض الناس إلى أفغانستان لإثبات علاقة اليوغور بالمنظمات الإسلامية الدولية المقاتلة، وقد كانت بيانات ما يسمى بمقاتلي اليوغور الإسلاميين، والتي تم نشرها على يوتيوب مؤخرا، من تخطيط وتنفيذ الخدمات الصينية السرية لتشويه صورة كفاح اليوغور من أجل حريتهم في العالم. صحيح أن شعب اليوغور شعب مسلم، ولكن ديننا يحرم قتل الأبرياء كما يحرم الانتحار. سوف أنتقل سيدة ربيع إلى الحلول المقترحة أو الحلول المتاحة لهذه الأزمة. برأيك، وأنت اليوم من قادة هذا التحرك، من أنشط الناشطين لحقوق شعب اليوغور، ما هو الأسلوب الأسلم لمنع حدوث أو تكرار ما حصل مع مسلمي البلقان مثلا، بمعنى أن نتوصل إلى حل؟ ما هو برأي ربيع قادر الحل الأسلم أو السيناريو الأكثر ملائمة لهذه الأحداث؟ سنتابع كفاحنا السلمي، ندعو الله أن يرحمنا ويساعدنا وسوف نسود، ونعتقد أن المجتمع الدولي في النهاية سيخرج عن صمته ويساعدنا في تحقيق ما ننوي تحقيقه من أجل شعبنا. نحن نكافح سلميا منذ 60 عاما، وأنا واثقة من أن العالم لن يتركنا وحدنا، وأن الله سيكون معنا في كفاحنا من أجل العدالة وسوف نسود. أريد منك
أن تختصري أو أن تقولي لي ما هي الصورة التي برأسك أو برأيك للحل للمشكلة الحالية عمليا. ماذا تقترح رابية قادر لحل هذه المشكلة؟ يعني ماذا تطلبين من السلطات الصينية عمليا؟ أولا، يجب على الحكومة الصينية أن تطلق سراح جميع اليوغور الذين تم اعتقالهم خلال المظاهرة الأخيرة. ثانيا، يجب على السلطات أن تعلن العدد الصحيح لمن قتلوا وجرحوا في 5 يوليو. وقد نشرت العديد من المواقع الصينية الإلكترونية مقالات تقول إن قوات الأمن الصينية أطفأت الأنوار ذلك المساء وأطلقت النار دون تمييز بين الحشود، ما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف. ونسمع أيضا أن أكثر من 1000 جريح قد اختفوا. لذا آمل أن يقوم المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والولايات المتحدة والعالم الإسلامي إلى جانب الكونغرس اليوغوري بإرسال وفد للتحقيق فيما حدث ومعرفة العدد الصحيح للقتلى. يجب منح الإعلام الدولي تصريح دخول غير مقيد إلى المنطقة. ثالثا، يجب على الحكومة الصينية أن تغير سياساتها القمعية التي تطبقها على شعب اليوغور، وإلا فإن شعب اليوغور لن يقبل بحكم الصين القاسي بعد الآن، وفي حالة كهذا يصبح الوضع أكثر توترا. وأفضل طريقة لحل المشكلة هي أن تبدأ الحكومة الصينية حوارا مع كونغرس اليوغور العالمي بهدف معالجة المطالب المشروعة لشعب اليوغور. ويجب على الحكومة الصينية أن تستمع إلى الممثلين الحقيقيين لشعب اليوغور من أمثالنا لا من أمثال نور بكري الدمية المعينة من قبل القادة الصينيين. بعد ذلك يمكن حل المشكلات. سوف أعود إلى بعض النقاط التي ذكرتها سيدة قادر، إنما هل أريد إجابة واضحة وصريحة، هل تطالبين الحصول على وطن مستقل للإيغوريين للشعب الإيغوري؟ أكافح من أجل حق تقرير المصير لشعب اليوغور بناء على واقع الوضع الحالي. حق تقرير المصير، أكرر، هل يعني وطن مستقل؟ منحت الحكومة الصينية شعب اليوغور ما يسمى بإقليم كشينجيانغ يوغور المستقل، واستخدمته إطارا لملاحقتنا في الأعوام 60 الماضية. يعني تقرير المصير أن نتفاوض نحن والصين على تسوية، حيث أن الصين في الحقيقة وعدتنا بالحكم الذاتي منذ البداية. وعندما يتمتع شعب اليوغور بحرية الاختيار، وعندما تجري الحكومة الصينية مفاوضات، سنتوصل إلى حل للمشكلة بشكل واقعي. أعزائي المشاهدين، نتوقف في استراحة ثانية، نعود بعدها للأسئلة المتعلقة بردود الفعل الدولية على الأحداث في الصين، إنما بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. أدخل الآن بتفاصيل ردود الفعل الدولية. ليس لدينا متسع من الوقت، إنما برأيك ردود الفعل بالواقع اقتصرت على تركيا وبعض النخب الإسلامية، بما معناه أن معظم الدول أما تعاطفت بشكل فاتر، أما آخرون فقد اعتبروا أن ما يجري في هذا الإقليم هو شأن داخلي صيني. ماذا تقولين؟ حقيقة شندق بزنم نايت إشمز بشواتدو تركيا حكومتي بزي يجختي. هذا صحيح تماما. نشعر بخيبة الأمل أيضا. كانت تركيا مهتمة بوضعنا، وكذلك الدول الغربية تهتم بمصلحتنا وتدعمنا، الكونغرس ومجلس الشيوخ في الولايات المتحدة. وقد كتب بعض الأعضاء خطابات إلى الوزيرة كلينتون والرئيس أوباما بشأن وضعنا، كما عقد بعضهم مؤتمرات صحفية بالنيابة عنا. وسيتم عقد جلسات لمناقشة وضع شعب اليوغور، أي أنهم مهتمون فعلا. ولكن الحقيقة هي أن الإدارة لم تتخذ موقفا قويا، فهي تؤيد الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي في مواقفهما، ولم يتخذ قادة الدول الإسلامية مواقف جادة من هذا الموضوع. أتوسل إليهم جميعا ألا يغضوا الطرف عن قتل المسلمين اليوغور ومعاناتهم في وقت تقوم فيه الصين بارتكاب مذابح علنية ضد شعبنا.
أرجو أن يساهموا جميعا في حل هذه المشكلة. أريد أن أفهم منك موقفا أكثر وضوح تجاه ردود فعل الدول الإسلامية. هل تتوقع ربيع قدر دعما فعالا أو إجراءات محددة من الدول الإسلامية لدعم الموقف في الإيغور؟ آمل ذلك بالتأكيد. يجب على الدول الإسلامية والعالم الإسلامي أن تهب لمساندتنا، حيث أن الحكومة الصينية تضطهدنا بحجة أننا إرهابيون ومتطرفون دينيا بسبب اعتناقنا للإسلام بالتحديد. ويجب أن يعلموا أن الصين تخدع الغرب بزعمها أننا متطرفون، كما تخدع العالم الإسلامي في الوقت نفسه بقولها إننا موالون للغرب. لا أصدق أن العالم الإسلامي سيقف موقف المتفرج أمام معاناة اليوغور المسلمين، بينما تمنعنا الحكومة الصينية من أداء صلواتنا والصيام خلال شهر رمضان المبارك وتعليم الإسلام لأولادنا. أعتقد أن واجبهم الأخلاقي والديني يحثهم على مساعدتنا. يجب على جميع هذه الدول الإسلامية أن تحتج وتقدم شكوى رسمية إلى وزارة الخارجية الصينية بشأن معاناتنا، وذلك بإصدار بيان بهذا الشأن. إنما سيدة ربيع، هناك من يقول أن هناك رعاية خارجية إلى حد ما لإيقاظ المشاعر الدينية الدفينة لدى الأقليات في الصين. هل هذا صحيح برأيك؟ لم يحرض أحد عليها، إن القمع الصيني هو الذي حرض عليها. فكلما حدث شيء وانقضت القوات الصينية على المتظاهرين لفرض النظام، تقول الحكومة الصينية إن أمريكا حرضت على ذلك، أو العالم الإسلامي حرض على ذلك، أو تركيا حرضت على ذلك، أو ربيعة قدير حرضت على ذلك. وإذا كنت أنا والعالم الإسلامي قد حرضنا على ذلك هذه المرة، فمن الذي حرض على مظاهرة تيانانمان؟ زعم الصينيون أن أمريكا حرضت عليها بعد أن قتلوا أفراد شعبهم. فكر في الأمر، لقد لاموا دالاي لاما على الشغب في التيبت العام الماضي. إنما السيدة ربيع، وجود قيادات الانتفاضة الإيغورية في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني حضرتك مقيمة منذ العام 2005 في الولايات المتحدة، كذلك أمر زوجك وعدد آخر من قيادات هذا المؤتمر، يعني يثير هذا الموضوع أكثر من سؤال لدى أكثر من جهة، لا سيما لأولئك المتابعين للشأن الصيني. ماذا تقولين عن وجود معظم القيادات في الولايات المتحدة؟ من ما خطاي özümnің شرق تركستان دولتم دتن özümnің دولتمdə turvatqa كنت في تركستان الشرقية بلادي. كنت عضوا في برلمان الصين، وكنت عضوا في المؤتمر الاستشاري السياسي الصيني. ظننت أنني أستطيع مساعدة شعبي بالعمل داخل النظام السياسي الصيني وبالحوار لنشر السلام، لكن الحكومة الصينية لم تستمع إلي وتعالج معاناة شعبنا. بعد ذلك قررت أن أدع العالم يعرف بما يحدث لنا. أعددت تقريرا بأسماء اليوغوريين الذين تم إعدامهم، وتم اعتقالي عندما كنت أحاول الالتقاء بعضو من وفد الكونغرس الأمريكي، وفر زوجي إلى المنفى بعد أن كادوا يعتقلونه لكتابة 4 مقالات تنتقد الحكم الصيني. ثم بعد أن ضغطت الحكومة الأمريكية على الصين بشدة، وبعد أن قدم زوجي وأولادي أكيدا وكيكينوس ومصطفى وريلا التماسا إلى الحكومة الأمريكية ومنظمات حقوق الإنسان، تم إطلاق سراحي. هكذا وصلت إلى هنا. تم سجني لحوالي 6 سنوات من قبل السلطات الصينية. 6 yıl turumu diyet. سيدة ربيع، ماذا تتوقعين من إدارة الرئيس أوباما كرد فعل على هذه الأحداث الأخيرة؟ يعني هل برأيك الدعم الأمريكي سوف يبقى دعما إعلاميا أو دعما يقتصر على الكونغرس، ولا تعتقدين أيضا أنه من باب تحسين صورة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المسلمين وفي العالم الإسلامي قد تقدم الإدارة الأمريكية على اتخاذ إجراءات محددة لمساعدة شعب الإيغور؟
تأثرت بعمق بكلمة الرئيس أوباما في مصر. أنا واثقة من أن الرئيس أوباما سيعمل على حل مشكلتنا كما وعد في خطابه، فنحن شعب مسلم ضعيف ومضطهد تحت حكم الصين القاسي. لهذا أعتقد أنه من المحتم أن تبدأ إدارة أوباما بالعمل على قضيتنا فوراً، وإلا فإن الصين سترى في تجاهل القضية موافقة على المزيد من الاضطهاد لشعبنا. أرجو أن يلتقي بنا لمناقشة قضية اليوغور وأن يلعب دور الوسيط بين الصين وشعب اليوغور. إنما سيدة ربيع، ألا تعتقدين أن ميزان المصالح أو ميزان القوة هو ميزان غير متكافئ، بمعنى أنك تعرفين جيدا أن المصالح الأمريكية اليوم مع الصين هي مصالح كبيرة ومتشعبة ومهمة جدا للاقتصاد الأمريكي، يعني سواء في السياسة أم في الاقتصاد. ألا تعتقدين أن هذا ليس من مصلحة انتفاضة شعب اليغور؟ أؤمن بأن الولايات المتحدة ستلتزم على الدوام بالمبادئ الأساسية لاحترام حقوق الإنسان وحماية المضطهدين بغض النظر عن العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة. لهذا أعتقد أن السياسة الأمريكية الخاصة بحقوق الإنسان لن تتغير، وسأظل أدعو المجتمع الدولي دائما إلى الاهتمام بوضعنا. السيدة ربيعة، توقعت أياما صعبة قادمة. أنت قلت أنك تتوقعين أياما صعبة وأنك مستعدة لمواجهة هذه الأيام أو هذه الأحداث. ألا تعتقدين أن وجودك في الولايات المتحدة الأمريكية، وجودك في المنفى، هو عقبة أمام تحركك ونشاطك وتمكنك من مساعدة شعبك في الصين؟ لو كنت هناك لكانت الحكومة الصينية قتلتني. عندما كنت في السجن الصيني قيل لي أنني سأخرج ميتة، ولكن منظمات حقوق الإنسان الأمريكية أنقذت حياتي، ولدي في السجن الآن، وقد تم سجن زوجي لمدة 9 سنوات، وهناك أناس أكثر شجاعة مني في وطني، ولكنهم يعتقلون ويعدمون يوميا. لم يتمكنوا من إيصال صوتهم إلى العالم، وكوني في أمريكا يمنحني القدرة على إيصال صوتي إلى العالم الإسلامي، مثلا من خلال المقابلة معكم، ونحن نتحدث عن قضيتنا في تركيا والعالم أيضا. ومهما بلغت الصعوبات التي يعاني منها شعبنا، سأظل دوما أتكلم عن الاضطهاد، ولكن إن لم يتدخل المجتمع الدولي فإن الاضطهاد سيستمر. هل يمكن للسيدة ربيعة أن تضعينا بصورة ماذا بعد اليوم؟ يعني ماذا بعد هذا التحرك الجاري في الصين الآن؟ ما هي خططك؟ هل لديك برنامج محدد؟ هل لديك خطط عمل معينة للقيام بها في الولايات المتحدة لمساعدة إذا صح التعبير الانتفاضة في الصين؟ إذا بالإمكان أن تحدثيني عن هذا الموضوع باختصار. أجر خلق أرلاش مصا bütün bu şu Birleşken Devletler Teşkilatı, Avrupa Parlamenti, Amerika Kongresi, Arabistan. إن لم يتدخل المجتمع الدولي مثل الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي والكونغرس الأمريكي والعالم الإسلامي وتركيا، ستقع مآسٍ أخرى، وستسفك الحكومة الصينية المزيد من دماء اليوغور، بينما تعرض في الوقت نفسه وجوها سعيدة ومبتسمة على شاشات التلفاز لتخدع المجتمع الدولي. تتمثل خطتي في تعريف العالم سلميا بمعاناتنا بتوفير المزيد من المعلومات واجتذاب الصحفيين والسياسيين على حد سواء وتنظيم مظاهرات سلمية وتوزيع المنشورات. وأعتقد أن الحكومة الصينية ستقوم في النهاية بالتفاوض معنا نظرا للقلق العالمي. هذا ما أؤمن به وهذا ما أكافح من أجله. لدينا منظمات يوغور في جميع أنحاء العالم، ولدي ممثلون في جميع أنحاء العالم، وهم ينظمون نشاطات سلمية في بلدانهم، ويقومون جميعا بطرق أبواب البرلمانات ومجالس النواب ووزارات الخارجية وحتى البرلمان الأوروبي، وجميع الأبواب مفتوحة أمامنا. Faaliyet yapardı. Özü tuğan devletlerinin parlamentinin işini, Taşkı İşler Ministrinin işini, Kongresinin işlerini, Avrupa Parlamentinin işini urumuz. Bizge açsı mı açıdı, açması mı açıdı. أعزائي المشاهدين، نتوقف في استراحة أخيرة نعود بعدها لمتابعة هذا الحوار مع السيدة رابية قادر، إنما بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين،
نعود إلى الحرة تقدم الجزء الأخير من هذه الحلقة مع السيدة رابية قادر. سيدة رابية، هل أنت على تنسيق مع الدلاي لاما؟ هل هناك تنسيق، تعاون، اتصالات؟ ما هي علاقتك بالدلاي لاما؟ مصيران متشابهان، لطالما تبادلنا الدعم، وكلما مررنا بمشكلة يهبون لمساعدتنا، وكلما واجهوا مشكلة نهب لمساعدتهم، ولا أستطيع التعليق على المسائل الأخرى. إنما لم أفهم سيدة رابية ماذا نعني بالدعم. هل الدعم هو فقط من بعيد، أم أن هناك علاقات منسقة بين شعبين أو طائفتين تسعيان إلى الأهداف نفسها؟ ندعمهم، ولكن الحكومة الصينية تتهمني والدلاي لاما بالتعاون لتفكيك الصين. توجد بيننا علاقات عمل عن كثب، لكنني لا أريد مناقشتها حاليا. سيدة رابية، هل تتوقعين في خضم هذه الأزمة أن تتصل بك السلطات الصينية وأن تدعو رابية قادر إلى حوار ما أو إلى التفاهم حول ما يجري في الصين؟ يعني هل كلامي هذا هو خيالي غير واقعي سوريالي، أم أن هذه الخطوة أنت تتوقعينها برأيك؟ اعتبرت الحكومة الصينية شعب تيبت شعبا عدوا، وقالت إنها لن تتفاوض معه أبدا. هذا ما تقوله، لكنني أعتقد أن الصين ستجلس في النهاية على طاولة المفاوضات، ويعتمد هذا على موقف القوى الكبرى في العالم أيضا. طب الآن العلاقات مقطوعة تماما بين الشعب الإيغوري أو القيادات الإيغورية والقيادة الصينية، أم أن هناك اتصالات سواء مباشرة أو اتصالات غير مباشرة مع وسطاء أو أفرقاء آخرين؟ بتاتا لا يوجد أي علاقات، لا مباشرة ولا غير مباشرة. لم يحدث ذلك حتى الآن. تتهمني الحكومة الصينية على الدوام بأنني عدوة للدولة وبأنني إرهابية، فكيف يمكن البدء بأي حوار؟ هل لا يزال وأنت سيدة أعمال ناجحة وتعدين من أغنى أغنياء الصين، هل لا يزال لربيعة قدير أعمال في الصين أو أنشطة اقتصادية حتى اليوم؟ صدرت الحكومة الصينية جميع أعمالي. مما تعيش اليوم السيدة، كيف تستطيعين تأمين مقتضيات حاجاتك حياتك، وكذلك الأمر القيام بهذا النشاط دفاعا عن حقوق الشعب الإيغوري من الولايات المتحدة الأمريكية؟ صحيح أننا نعاني من صعوبات مالية، ليس لدينا عدد كاف من الأشخاص للقيام بهذا العمل، لذا فإن الوضع صعب. لا نحظى بالدعم المالي الذي يحظى به شعب التيبت. يحظى شعب التيبت بدعم الجميع تقريبا، وتخصص الولايات المتحدة الكثير من المال لهم، وتساهم منظمات دينية أخرى في نشاطاتهم الدينية. أما نحن فنكافح في ظل ظروف شديدة الصعوبة، لكن منظماتنا الأربعة تحظى بالتمويل من الوقف الوطني للديمقراطية لدعم حوالي 10 أفراد في الطاقم، وأحصل أنا على راتب من هذا التمويل. لا يهمني المال كثيرا، فقد نسيت المال ولا أفكر سوى في كفاحنا، لكننا سنستمر في القيام بما في وسعنا لنستمر في كفاحنا. بالوقت المتبقي سيدي قادر أريد أن أدخل فيك عدد من الأسئلة العامة. السؤال الأول، هل من مصلحة المسلمين في العالم الصدام مع الكتل الحضارية الكبرى مثل مع الهندوس، مع الكونفوشية، مع الأرثوذكس، مع اليونانيين وغيرهم؟ يعني برأيك الذي يجري اليوم كيف تقيمينه؟ أنه هناك مشكل بين المسلمين وعدد كبير من الحضارات، لماذا؟ Bu yaxşı əməz. Lakin o muşu musulmanların özünü şula izib,
هذا ليس جيدا، القمع ليس جيدا، يجب أن تكون هناك مساواة. هذا ليس صراعا بين المسلمين والجماعات الدينية الأخرى. أعتقد أن هذا صراع من أجل الحرية، لا صراعا بين المسلمين والديانات الأخرى، فهو إما من أجل الحرية أو من أجل الوطن. لهذا لا أظن أنه صراع ديني. لقد ذكرت البلطيق وكشمير، وكل ذلك صراع من أجل الحرية والمطالبة بالحقوق والاستقلال. hammasi aşı özünün bir zimini ve erkinliği özünün hukuki yoki mustaqillik urushi bo'lyapti deydi. في نقطتين تجارب حقيقة تجارب الثورات الإسلامية يعني عندنا تجربة حديثة هي تجربة الثورة الإسلامية في إيران تؤشر أن الثورات كما يقال في تأكل أبنائها. هل تخاف ربيع قادر على مستقبلك يعني في حال نجحت هذه الثورة، هي ليست ثورة، هذه الانتفاضة وتحققت مطالب الإيغوريين، هل تخشى على ربيع قادر على مستقبلها وأن يحصل معك ما حصل مع قادة الانتفاضات في التاريخ؟ إن شاء الله سيكون هناك من يتابع عملنا، أفكر في ذلك، ويوجد من يتابع عملي وسيظهر على الدوام. كان لدينا قادة في الماضي رحلوا، لكن ظهر غيرهم الكثير، ثم رحل الجدد وظهرت أنا بعدهم، وسيظهر الكثير بعدي. أنشئ كذلك خلفاء جدد بين المفكرين والشباب وحتى بين أطفالي، وأرجو من الله أن يخلفوني ويتابعوا عملي، وبحلول ذلك الوقت أرجو من الله أن تكون بلادي حرة وأن يكون شعبي قادرا على تقرير مصيره بنفسه. سيدتي، بما أننا كنا نتحدث عن الثورة الإيرانية، هل تتوقعين دعما ملفتا أو ملحوظا يتميز عن غيره من الدعم من الحكم في إيران اليوم؟ يطلب الأمر نفسه من جميع قادة العالم، سواء في إيران أو السعودية أو مصر أو باكستان أو الولايات المتحدة أو ألمانيا أو النرويج أو السويد أو أستراليا أو الأمم المتحدة. ما أطلبه منهم هو الضغط على الصين لوقف اضطهادها وقمعها وتطهيرها الديني لشعب اليوغور المسلم، وأن تغير سياساتها القمعية المفروضة على شعب اليوغور، وأن تجري مفاوضات معنا. أرجو أن يدعمنا الجميع كما فعلت الحكومة التركية. سيدة ربيعة، هل تنوين زيارات تركيا؟ في بعض وسائل الإعلام تحدثت أنك سوف تزورين تركيا، هل هذا صحيح؟ أعمل بجد هنا لإثارة استجابة أقوى من الحكومة الأمريكية. أقوم ببعض الأمور في الأمم المتحدة أيضا. بعد ذلك سأقدم طلبا للحصول على تأشيرة وسأزورها في المستقبل القريب إن شاء الله. سيدة ربيعة، هل يمكن أن تنتقلي للعيش في تركيا، أن تغادري الولايات المتحدة وأن تنتقلي إلى مكان أقرب إلى الإقليم وأن تصبحي من السكان، يعني تتابعين ما يجري عبر من الأراضي التركية بدل أن تكوني من الولايات المتحدة الأمريكية؟ إنها وطني الثاني، لا أستطيع أن أعيش بشكل دائم في جزء آخر من العالم. سأعود إلى وطني عندما يصبح حرا. السؤال الأخير سيدة ربيعة، أنت كنت سيدة أعمال، جمعت ثروة كبيرة، تعيشين برخاء ورفاهية، أنه الآن انتقلت إلى السياسة وإلى عالم يختلف تماما عن العالم الذي نجحت فيه وكنت رائدة. أول سؤال، هل تندمين؟ هل هناك نوع من الندم؟ ولماذا الانتقال؟ يعني السؤال أكثر من هل تندمين، لماذا انتقلت ربيعة قادر من عالم الأعمال إلى عالم السياسة؟ لا أندم أبدا. أحمد الله على أنه شرفني بتولي هذه المهمة لمساعدة شعب بلادي، وسيظل هناك دوما شخص مثلي يستطيع التضحية بكل شيء وتكريس كل شيء والسعي لتغيير مصير الشعب. وعندما يمنحنا الله شخصا كهذا يتغير مصير شعب. لطالما كنت أؤمن بأن مصير شعب اليوغور سيتغير بيدي، فقد وضع الله في تلك القدرة. ولطالما آمنت بأن مصير شعب اليوغور سيتغير بيدي،
بلادي. لهذا لم أفكر بقطف الثراء أو المناصب التي منحتني إياها الحكومة الصينية. وحتى لو نمت على الحجر وأكلت خبزا بصلابة الحجر، أظل راغبة في شكر الله على منحي شرف مساعدة شعب بلادي. لذا سأظل سعيدة دوما ولن أندم. شكرا سيدة ربيعة على هذا اللقاء. نأمل أن تتحقق مساعيك وآمالك، ونتمنى لك حظا موفقا في هذه المساعي. أعزائي المشاهدين، نشكر حسن متابعتكم هذه الحلقة من الحرة تقدم، على أمل أن نلتقي معا في حلقات قادمة. تصبحون على ألف خير.